بتبدأ أحداث الفيلم مع بيكي، البنت اللي بتكون في سن المراهقة واللي كانت رايحة بيت جديد عند أب وأم هيتبنوها وتعيش معاهم، وكانوا مبسوطين منها جدا لدرجة إنهم قالوا لها إن أنت هتكوني بنتنا اللي ما خلفناهاش. وبيكي كانت واكلة بعقلهم حلاوة، وكانت عارفة تأثر عليهم بمنتهى السهولة، وهم بيقولوا لها إنهم هيحققوا لها كل اللي نفسها فيه. ولما بيجي وقت النوم بتفتح بيكي الشباك وبتهرب من البيت، وبنعرف بعد كده إن دي مش أول مرة تعمل كده، وإنها دايما بتهرب من أي حد عايز يتبناها. وكمان بنعرف إن أبوها اتقتل على إيد مجموعة من النازيين الجدد اللي كانوا ولائهم لهتلر، وإن المجموعة دول كانوا بيدوروا على مفتاح معين كان موجود مع أبوها، لكن بيكي قدرت تقتل النازيين دول وخدت منهم المفتاح وهربت بيه. ومن ساعتها وهي بتتدرب على فنون القتال واستخدام كل أنواع الأسلحة، وكانت بتعمل أفخاخ حوالين البيت اللي كانت قاعدة فيه، وكانت شايفة إن أي حد هيضايقها هيكون مصيره الموت. وبعد كده بنعرف إن بيكي عايشة مع واحدة اسمها إلينا، وكانت مأجرة أوضة من بيتها. ولما كانوا قاعدين بيفطروا مع بعض بيكي بتقول لها إن أمها ماتت بمرض السرطان، ومن ساعتها وهي عايشة لوحدها هي والكلب بتاعها دييجو. وقالت لها كمان إنها وقعت في فخ من الفخاخ اللي عاملاهم حوالين البيت، وبيكي بتكون شغالة في مطعم وكان معاها زبون، ولما قدمت له الأكل اللي طلبه بيقول لها شكرا يا حبيبة قلبي، فبتتضايق جدا وبترجع له وبتاخد حتة من الطبق وبتقطع رقبته بيها، وكانت مستمتعة جدا. لكن ده ما بيحصلش بجد، وبتكون نفسها تعمل كده. وفي نفس اليوم بالليل بتكون بيكي قاعدة مع إلينا وبيسمعوا الأخبار في الراديو، وبيعرفوا إن في مجموعة اسمها الرجال النبلاء، وإنهم بيشكلوا خطورة على الحياة السياسية وبيتدخلوا في كل حاجة في البلد زي الانتخابات وقرارات مجلس المدينة. وتاني يوم بتروح بيكي لشغلها وبتشوف هناك 3 شباب، وهم أنطونيو وشون وترنر، وكانوا عمالين يتريقوا على اسمها وشكلها، وهي كانت ساكتة لكن متضايقة جدا، وكانت بتسمعهم وهم قاعدين بيتكلموا مع بعض. وسمعتهم بيتكلموا عن واحد اسمه داريل، وعرفت منهم انه كان شرطي سابق وهو اللي مؤسس جماعة الرجال النبلاء. وأنطونيو كان بيقول انه خايف منه لا يكون لسه بيشتغل مع الشرطة وهيضحك عليهم. وبعد كده أنطونيو بينده على بيكي وبيطلب منها تجيب له قهوة، بس كان بيكلمها بطريقة وحشة. ولما قدمت لهم القهوة بتيجي عند أنطونيو وبتطلق القهوة عليه، وطبعا أنطونيو كان متضايق جدا وكان بيقول لها انت قصداها، وبيكي كانت بتقول له لا طبعا ما كنتش اقصد. لكن أنطونيو ما كانش ناوي يسكت وكان مستنيها بره بعد الشغل، وبيراقبوها لحد ما بيعرفوا بيتها. وفي نفس اليوم بالليل بيروحوا لها البيت، ولما بيكي سمعت صوت جاي من تحت بتنزل عشان تشوف فيه ايه، وأنطونيو بيمسكها ويكتفها، وكان بيقول لها انت غلطتي مع الشخص الغير مناسب. ولما حاولت تخلي دييجو الكلب بتاعها يهجم عليه بيظهر شون فجأة وبيضرب الكلب، وترنر زميلهم التالت بيكون مش عاجبه اللي بيحصل، وكان بيقول لهم ان احنا قلنا هنيجي نخوفها وخلاص. لكن فجأة بتظهر إلينا من وراهم وبيكون معاها بندقية، وكانت بتهددهم بيها عشان يمشوا، وقالت لشون يسيب المسدس اللي معاه على الأرض، وقالت لهم يطلعوا بره البيت حالا. لكن أنطونيو بيفاجئها وبيضربها بالمسدس ويخلص عليها، وبيكي كانت مصدومة جدا ومش مصدقة اللي شايفاه. ولما قامت عشان تهجم على أنطونيو بتتخبط في الحيطة وبيغمى عليها. وتاني يوم الصبح لما فاقت ولما شافت إلينا وهي ميتة بتزعل عليها جدا، وكمان ما بتلاقيش الكلب بتاعها موجود، وطلعت تدور عليه في كل حتة. ساعتها بتقرر إنها لازم تنتقم من ال3 دول. وفي نفس الوقت بنشوف ال3 وهما بيتكلموا مع بعض، وبيكون ترنر خايف جدا وبيقول لهم إن البنت دي لما تفوق هتروح تبلغ عننا، خصوصا إنها شافت وشنا وعارفانا كويس. وأنطونيو بيتعصب عليه وبيقول له أنت جبان لأن دي بنت لسه صغيرة وهتخاف تعمل كل ده، وبيهدده إنه لو اتكلم هو اللي هيخلص عليه بنفسه. وبعد كده بنشوف بيكي وهي بتجهز نفسها عشان تنتقم منهم، وكانت بتجمع الأسلحة بتاعتها، وافتكرت لما كانوا قاعدين بيتكلموا في المطعم لما كانوا بيتكلموا عن واحد اسمه داريل، وإنها تبدأ تدور على الشخص ده لأنه هيكون طرف الخيط اللي هيوصلها ليهم. وعرفت إن مفيش غير 2 في المدينة كلها اللي اسمهم داريل. ولما راحت لأول بيت فيهم وبتكتشف إن الشخص اللي اسمه داريل واحدة ست،
وكانت مريضة جدا وماشية بجهاز تنفس. فبتفهم بيكي من كده إنه أكيد هيكون الشخص التاني. ولما وصلت لبيت الشخص ده بنلاقي فعلا التلاتة موجودين عنده. وهنا بنشوف داريل مؤسس جماعة الرجال النبلاء، وكان معاه واحد صديقه من الجماعة، وكانوا قاعدين كلهم مع بعض بياكلوا ومبسوطين، ما عدا تيرنر اللي كان لسه بيفكر في موضوع بيكي. فبيسيبهم وبيقوم من على الأكل، وداريل كان واخد باله إن في حاجة مش مظبوطة معاه. وفي نفس الوقت كانت بيكي بتقتحم البيت وشافت جوه منشورات ومخطوطات تخص المنظمة، وبتبدأ تصور كل الحاجات دي بالموبايل بتاعها. ولما حست بيهم جايين عندها بتستخبى تحت الكنبة، وكانت سامعاهم وهم بيتكلموا مع بعض، وعرفت منهم حاجات كتير عن المنظمة. وكان داريل بيحاول يهدي تيرنر، وبدأ يحكي له شوية عن تاريخ حياته، وبيوري له فلاشة معاه عليها أسامي سياسيين كتير جدا وكلهم متهمين بالفساد، وإنه معاه على الفلاشة دي كل حاجة ضدهم. وبعد ما خرجوا هما الاتنين بتطلع بيكي وبتاخد الفلاشة من جهاز الكمبيوتر، وبعد كده بتخرج بسرعة وبترجع تاني على المخزن بتاعها عشان تاخد معاها أسلحة أكتر وترجع تاني على بيت داريل. وبعد كده داريل بيلاقي الباب بيخبط، ولما بيخرج بيشوف مين ما بيلاقيش حد، لكن بيلاقي فيه موبايل محطوط قدام الباب وبيجيله عليه اتصال من بيكي. ساعتها داريل سألهم مين بيكي دي وإيه حكايتها معاكم، وتيرنر كان عايزهم يقولوا له الحقيقة، لكن أنطونيو بيقول له اسكت وما تتكلمش. وداريل بيكون مصمم يعرف كل حاجة، وبيبدأ أنطونيو يحكي له، وقال له إنها مجرد بنت صغيرة وإحنا سرقنا منها الكلب بتاعها بعد ما ضايقتني في المطعم اللي شغالة فيه. فبيطلب منه داريل إنه يخرج يتكلم معاها عشان ما تعمل لهمش شوشرة على الفاضي. وفعلا بيخرج لها أنطونيو، وكان عمال ينادي عليها ويقول لها أنا ممكن أقتلك بسهولة. وبيكي بتكون مستخبية ورا شجرة وبتوري له نفسها وبتقول له يجي وراها، وطبعا كانت مجهزة الأفخاذ بتاعتها. وأنطونيو بيقع في واحد منهم، وكمان خدت المسدس بتاعه، وهو كان هيتجنن وعايز يخرج. وبعد كده بنلاقيها خرجته وربطت القنبلة في بقه، وربطت الفتيل بتاع القنبلة في باب البيت، وبتخبط على الباب وتستخبى. ولما قام داريل عشان يفتح كان أنطونيو بيحاول يفهمه ويقول له ما تفتحش الباب، لكن طبعا كلامه بيكون مش واضح. ولما داريل فتح الباب القنبلة بتنفجر وبتطير دماغه. ساعتها داريل بياخد سلاحه وبيروح لشون وترنر وسألهم ايه اللي بينكم وبين البنت دي بالظبط، وعملتوا معاها ايه عشان تعمل كل ده. فبيعترف ترنر انهم قتلوا الست اللي كانت عايشة معاها، عشان كده هي جاية تنتقم منهم. وداريل بيقول لهم انه عنده اسلحة كتير تكفي كل حركة التمرد بتاعتهم. ساعتها ترنر بيتصدم من الكلام، وبيقول انه ما كانش يعرف انها حركة تمرد، وانه كان فاكر ان هدف الجماعة هو تحسين البلد مش تدميرها، وعشان كده بيقول انه مش هيكمل معاهم وانه هيسيبهم ويمشي. لكن داريل بيضربه وبيقول له انت جبان، ولو خرجت من هنا هتفضح سرنا. وفي الاخر بيموته ويخلص عليه. وبعد كده بيكي بتتصل تاني على التليفون، وقالت لداريل انه لو فكر يعمل لها حاجة هتسلم الفلاشة اللي معاها للشرطة. ساعتها صديقه اللي معاه بيقول له ان البنت دي كده بقت خطر علينا احنا، واني هطلع لها بنفسي عشان اخلص عليها. وطبعا بيكي كانت مجهزة نفسها ومستنية اي حد يخرج. ولما الراجل خرج ضربته بالقوس اللي معاها وخرمت له بقه من ناحيتين، وبيدخل جوه البيت تاني عشان داريل يخرج له السهم من بقه، لكنه بيتعصب اكتر وبيصمم يخرج يقتلها. وفعلا بيخرج لها تاني وهي بتستدرجه وراها لحد ما بتاخده المخزن الأسلحة بتاعها، وبتقدر تحبسه جوه المكان، وفتحت عليه قنبلة دخان عشان ما يبقاش شايف حاجة. ولما خرجت وراه عشان تقتله كان بيتحايل عليها عشان تسيبه، وفضل يقول لها انه عنده أطفال صغيرة وانه عايز يربي ابنه الصغير عشان يكون أحسن منه. وكانت خلاص بدأت تتعاطف معاه وهتسيبه، وسألته ابنك الصغير اسمه ايه؟ فبيقول لها ان اسمه أدولف، يعني على اسم أدولف هتلر رئيس النازيين. فبتتجنن تاني أول ما بتسمع الاسم ده، وبدأت تضرب فيه لحد ما خلصت عليه. لكن ساعتها بتلاقي إبرة مخدرة اتضربت عليها، ولما فاقت بتلاقي نفسها متكتفة في البيت عند داريل. ولما كانت بتحاول تفك نفسها داريل بيقول لها مش هتقدري، لأن دي ربطة الكشافة اللي هو متعلمها واللي مستحيل تتفك.
وبيقول لها إنه عايز يعرفها على حد اللي بيعتبر هو المؤسس الحقيقي لجماعة الرجال النبلاء. وبتتفاجئ لما بتشوف الست المريضة اللي كانت ماشية بجهاز تنفس وإنها تبقى أم داريل، وهي برضو اسمها داريل وسمته على اسمها. وبتقول لبيكي أحسن لك تدينا الفلاشة عشان ما نموتكيش، وبيكي بتقول لها لو قتلتوني مش هتقدروا توصلوا لمكان الفلاشة. وبتخلي ابنها يجيب الكلب بتاعها عشان يقتلوه قدامها. فبتضطر بيكي إنها توافق بس بشرط. فبيسألوها إيه الشرط ده؟ فبتقول لهم لما أفك نفسي وأقوم أموتكوا انتوا الاتنين محدش يقاومني، وسيبوني أموتكوا على طول. فبيضحك داريل من كلامها وبيقول لها هتفكي نفسك إزاي؟ لكن بيتفاجئوا إنها فعلا فكت نفسها وقالت له مش أنت بس اللي كنت في الكشافة. ولما حاول يتهجم عليها بترش الاسبراي الحارق على وشه وبتخليه مش شايف أي حاجة. وداريل الأم كانت معاها مسدس وقالت لها خلاص اللعبة انتهت، لكن بيكي بتقدر بسرعة تضربها بسكينة في دماغها وبتخرج بسرعة بره البيت عشان تروح على الغابة. ولما داريل رجع بيلاقي أمه اتقتلت، فبيخرج ورا بيكي في الغابة عشان يخلص عليها. وبرضه كانت عمالة تستدرجه لمكان معين اللي مجهزة فيه الأفخاخ بتاعتها، وبتفضل واقفة لحد ما داريل بيجيلها وبيدوس على أول فخ برجله. ولما حاول يتحرك تاني بيدوس برجله التانية على الفخ التاني، فبيقع على الأرض وبينزل بدماغه على الفخ التالت اللي بيكون السبب في موته. وبعد كده بترجع بيكي على البيت عشان تاخد الكلب بتاعها، لكن هناك بتتفاجئ إن الست لسه ما ماتتش وكانت ماسكة المسدس برضه وبتحاول تقتل بيكي. لكن بيكي بتخلي الكلب يهجم عليها وهو اللي بيموتها المرة دي. وبعد مرور 24 ساعة بنشوف بيكي وهي قاعدة مع عميلة من المخابرات عشان تسلمها الفلاشة وكل المعلومات اللي معاها. وساعتها العميلة قالت لها إنها قدمت خدمة كبيرة جدا للبلد، وإن الخلية الإرهابية دي كان مطلوب القبض عليها من فترة كبيرة، وبتعرض عليها إنها تشتغل معاهم في المخابرات وإنها هتكون أصغر عميلة عندهم. وطبعا بيكي بتوافق. وبعد كده بيتغير المشهد وبنروح نشوف شون اللي كان فاكر نفسه قدر يهرب، لكن بتظهر بيكي بعد ما اشتغلت مع المخابرات وبتضرب العربية بتاعته بصاروخ RPG وبتخلص عليه هو كمان. وبكده بتكون انتقمت منهم كلهم عشان تبدأ حياة جديدة على نظافة مع المخابرات. وبكده بيكون فيلمنا خلص. لو كان عجبكم ما تنسوش